السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل شوية قرقش كده، حاجة جميلة. أول حاجة معانا كيلو دقيق، معانا معلقة من الخميرة، معلقة من البيكنج باودر، معلقة من ريحة الكحك، معلقتين أو 3 من السكر، وشوية من الملح. بعدين معانا كوباية من السمنة، كمان معانا نص كوباية سمنة. هكملها زيت، بتقدروا تحطوا واحدة زيت واحدة سمنة أو كله سمنة براحتكم انتوا. اول حاجة كده بخلط بقى كل الحاجات دي مع بعضها. بخلط السمنة كده مع الدقيق زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي اهو. كده اتخلط بقى. هبدأ هنا بقى اني ابس بقى ان انا اخد العجين بين ايدي كده وادعكه زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي، علشان الدقيق كله يتشرب كل السمنة يعني، ويبقى ناعم وحلو زي ما احنا بنحبه يعني. النهاردة هنعمل تشكيلة حلوة جديدة، غير القراقيش المعتادة اللي احنا متعودين عليها دايما، باستخدام حاجات بسيطة جدا في البيت، يعني عندنا على طول من غير طابع ومن غير أي حاجة، حاجات موجودة عندنا. هنا أنا حطيت كوباية من اللبن، عليها نص يعني تلت كوباية كده من المية. هكمل النص تاني وأنا بشتغل. هنا أنا حطيت لبن ومية، انتوا حابين تحطوا مية بس بتقدروا، حابين تحطوا لبن بس برضو بتقدروا، دي حاجة بتاعتنا احنا. بس كده، فانا هنا هبدأ بقى اني الم العجينة، مش هعجن، انا بلمها كده بس. فانا هنا هحتاج يعني انا كنت حاطة تلت كده بس من الكوباية، من كوباية المية هكملها نص علشان اقدر الم بيها العجين. بنقدر كمان نخليها كوباية واحدة لو احنا حابينه مبسوس قوي زي الكحك كده، بس ديت قرقش طبعا لازم يعني ايه تكون ماسكة نفسها شوية. هي بتكون ناعمة وكل حاجة بس مش زي الكحك يعني، مش نعومة الكحك. حطيت بقية المية بقى وبرضو بلم كده اهو. بلم كده بقى العجينة، واهم حاجة انا لازم اسيبها تخمر. انا هي فيها خميرة طبعا لازم تخمر. بس كده هسيبها تخمر وبعدين بقى اشوف الحاجة التانية اللي هعملها. هنا جبت بقى حبة كده من العجوة، ببل ايديا بالزيت وببدأ بقى اشكل بقى دواير كده وحاجات تانية تشوفوها، علشان انا مش هعمل شكل واحد، انا هعمل اشكال كتيرة وهتشوفوا اشكال سهلة وجميلة وبحاجات بسيطة جدا وموجودة في البيت وبنستخدمها في الحاجات بتاعة الأكل وكل الحاجات ديت يعني. اهو انا شكلت بقى صوابع كده ودواير وحاجات كده. جبت بقى العجين خلاص خمر. ادي يا جماعة الحاجات اللي هنستخدمها. دي قطعت المخلل، وادي عندي مشط هنا، ديت انا بخليها للاكل وبس. هي للاسف هنا مش باينه قوي، بس انا باخد حته العجين وبفردها كده على المشط، بحط جواها صباع كده من العجوة الصغير اللي انتوا شفتوه ده اهو. يعني هي مش باينة قوي للأسف، ما اتصورتش كويس. وبقفل وهي على المشط، يعني معنهاش. بس كده. ده الشكل اللي هو المقلم ده بالمشط. انا اهم حاجة باخد حتة العجينة بخدمها كده في ايدي يعني، آه، ادفيها عشان تفرد معايا حلو. بعمل هنا كمان واحدة بس برضو للأسف ما جاتش كلها، يعني مش باينة كويس أوي في الصورة، بس الفكرة أنا وصلتها لكم بالكلام. يعني تفردوا العجينة وهي على المشط وتقفلوا اهو بالشكل ده. بضغط كده بس العجوة تفرد جوه العجينة وخلاص. بس أهم حاجة المشط ديت بتكون مخصصة للأكل وبس. بجيب بقى هنا حتة كبيرة بقى هفرد بقى كده بالنشابة. بعدين بقى بساوي الأطراف كده اهو. بعدين بقى بجيب صباع كده من العجوة الطويل اللي أنا عاملاه اهو.
بقفل بقى كويس العجينة عليه. البرمة ديت بقى عشان اقفل الطرف الاخير ده مع الصباع نفسه اهو. ببططها كده بقى بايدي او بالنشابة كده علشان انا عايزاها مربعات، يعني عايزاها مش مدورة. بعدين بقى بقطع، بسوي بس الطرف. طبعا اللي بيحب عجوة اكتر بيكبر الصباع وبيقدر يكتر براحته، لكن هي كده معقولة. بقطع بقى كده على قد القطعة اللي انا عملتها، وبالمشطة كده ضغطت عليها عملت لي الشكل اللي هو المقلم ده اهو. وبالسكينة كمان اهو، اشكال كتيرة بنقدر نعملها. وبديت هي ديت ما ضغطتش قوي مش زي كله يعني، ما عملتش قوي ما علمتش قوي. كان المفروض اضغط وهي مدورة علشان تديني شكل يعني باين اكتر. هعمل كمان تشكيلة معاكم، انا لسه معايا اشكال كتيرة ان شاء الله تعجبكم. خليكم معايا لاخر الفيديو ان شاء الله يعجبكم كل الحاجات اللي انا عاملاها اهو. هنا برضو بساوي الاطراف. صباع عجوة هو طلع صغير فبكبره حبة على قدها. اقفل هنا برضو كويس بس كده. واحنا بنشتغل كده بقى نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا بقى أنا عملت صباع كده وجبت المنقاش بتاع الكحك، وهعمل بيها أشكال جميلة هتعجبكم أهي. كل واحد بقى يشغل دماغه يعني في الحاجات ديت بقى براحتكم. يعني كل واحد بقى يشغل دماغه بقى ويسرح بخياله ويعمل اللي هو عايزه اهو. انا عملت حاجات كتيرة برضو فمش عايزة كل شوية اوريكم يعني عشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده. وده الشكل ده بتاع اللي هو اللي زي ورقة الشجرة ده اهو. بجيب حتة كده واخفف الاطراف، احط فيها العجوة واقفل عليها كويس وابرمها بقى كده، واحاول من تحت بتكون ارفع من فوق اهو زي ما انتم شايفين كده، وابططها شوية يعني زي ورقة الشجرة اهي. تقليمة كده بقى بالسكينة اهو، شايفين شكلها جميل جدا. كمان مرة انا عملت هنا كذا شكل يعني، غيرت من شكل القراقيش العادي وعملت اشكال جديدة وشكلها حلو، وحاجات موجودة في البيت يعني مش محتاجة طابع ومش محتاجة اي حاجة، بالسكينة وبمشطة يعني حاجة بسيطة موجودة عندنا. المفروض ان كل واحد يعني بيحب الاكل ويقعد يشكل ويعمل بيبقى يكون عنده المشط ده يعني. هنا كده بقى بعملها بالورب كده برضو. هنا هشكل برضو بالمشط اهو. اجيب بقى المشط كده بالسنون بتاعتها كده وبعمل بقى اشكال اهو، او بالسكينة برضو زي ما عملنا المرة اللي قبلها. دي حاجة بقى ايه، اشكال جميلة هتعجبكم. عملت كمان حاجات تانية هتشوفوا دلوقتي. بقطعت بقى المخلل دي وبالورب كده بعمل يعني ما اضغطش لحد تحت، انا بس العجينة اللي فوق ديت بضغط عليها وبس يعني ما بوصلش للعجوة اهي. شايفين شكلها وشكلها باين يعني من فوق كده جميلة. بتمنى ان شاء الله لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في قناتي يا ريت لو سمحتوا.
هنا برضه عملتها كده بالورب، بجيب بقى بالعكس بعمل كمان، يعني انا كنت مورياكم ازاي دي عملتها، وده بالعكس بقى علشان تبقى مدياني مربعات كده صغيرة او اشكال تانية. شايفين دي بقى شكلها تحفة. وبرضه كده بعملها بالورب كده اهو، شكلها حلو جدا، دي عجبتني قوي اهو، شايفين حلوة قوي. ودي كل الاشكال اللي انا عملتها، ودي كل الحاجات اللي انا استخدمتها في التشكيل. بتقدروا بقى تقعدوا تسرحوا بقى بخيالكم وتعملوا كل الحاجات اللي انتوا عايزينها. طبعا بعد ما بشكل بسيبها تستريح شوية، وبسخن الفرن وادخلها على درجة حرارة وسط، يعني حوالي 180 كده، زي ما بسوي الكحك والحاجات ديت علشان تستوي كويس. ده كل الأشكال اللي شكلناها النهاردة، إن شاء الله تعجبكم بإذن الله. ودي الحاجة اللي احنا استخدمناها. بدخل بقى الصاج لحد ما ياخد درجة اللون اللي أنا عايزاها، بشغل من فوق ومن تحت. وده كان شكله بعد ما استوى. يعني طبعا درجة التسوية ديت بترجع لكم انتوا. أنا عندي هنا المشكلة، عندي في التليفون عمال يعمل ألوان غريبة وأنا بصور، مرة يجيبهم غامقين ومرة يجيبهم فاتحين، فمعلش بقى. اهو هو هنا مظبوطة كويس كده. يعني هنا انا كنت يعني التسوية عندي انا بحب كده، في ناس بتحب اقل او اكتر، دي حاجة ترجع لكم. بتمنى ان شاء الله يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.